هذه الرواية في الكافي بسنده عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت، صرت مسلم، وحججت، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام، على الإمام الصادق، فقلت إني كنت على النصرانية وأسلمت. فقال: وأي شيء رأيت في الإسلام؟ شنو اللي جذبك إلى الإسلام؟ قلت: قول الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هاي الآية هي اللي جذبتني. فقال الإمام: قال: لقد هداك الله، أرشدك. هذه بربوبية الله عز وجل. ثم الإمام دعا له، قال: اللهم اهده 3 مرات. ثم سأله: سل عما شئت يا بني. اللي يبين هذا كان شاب في مرحلة الشباب. سل عما بدا لك. فقلت: إن أبي وأمي على النصرانية، بس أنا أسلمت، وأهل بيتي وأمي مكفوفة، ما تشوف أمي، فأكون معهم وآكل في آنيتهم. هم نصارى وأنا صرت مسلم. فقال: يأكلون لحم الخنزير؟ هذا الصحن اللي يجيبوه أنت تأكل وياهم بيه لحم خنزير، يأكلون لحم خنزير؟ فقلت: لا، ولا يمسونه أصلا، ما يأكلون لحم الخنزير. اللي هذا يبين لهم شيء من الارتباط بالإسلام، الفكر، الثقافة. فقال: لا بأس، تأكل وياهم أكل وياهم، ما أكل لحم خنزير. ثم انطى تعليم الإمام. شوفوا الربوبية الإلهية لكل من يطلبها. عنايات آل محمد هكذا تأتي إلى العباد. قال: فانظر أمك فبرها، وهي نصرانية، فإذا ماتت، هذا هم إخبارها، فلا تكلها إلى غيرك، لا تخلي غيرك يتولاها، كن أنت الذي تقوم بشأنها، ولا تخبرن أحدا أنك أتيتني، لا تخبر هذا أحد، حتى تأتيني بمنى إن شاء الله، تعال على الحج القادم. قال: فأتيته بمنى والناس حوله، حول الإمام الصادق، كأنه معلم الصبيان، ناس حوله طايفين، هذا يسأل وذاك يطلب، وهذا يقبل وذاك، هذا يسأله وهذا يسأله. شاف نفسه ما يقدر هذا مع هالجمع الكبير، ما يقدر. فلما قدمت الكوفة، جيت إلى الكوفة، هو كوفي، ألطفت لأمي وكنت أطعمها وأفلي ثوبها ورأسها وأخدمها. الأم تعجبت، فقالت لي: يا بني، ما كنت تصنع بي هذا، وأنت على ديني، على النصرانية، أيام اللي كنت نصراني، فما الذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفية؟ اللي يبدو أنه أخبرها أنه أسلم.
فقلت رجل من ولد نبينا أمرني بهذا. فقالت هذا الرجل هو النبي؟ فقلت لا، ولكنه ابن نبي. فقالت يا بني إن هذه وصايا الأنبياء، مو وصية عادية. فقلت يا أمه إنه ليس يكون بعد نبينا نبي، لا تقولين هذا نبي، ولكنه ابنه. فقالت يا بني دينك خير دين. هذا العرض الصحيح للدين، شوفوا شلون يجذب الناس، شلون يقربهم إلى الحقيقة. والعرض المنفر يبعدهم عن الدين. هذا أسلوب هذا الزمان يسموه قوة ناعمة. هاي القوة الناعمة، القوة الناعمة في الدين، في عرض الدين الصحيح، مو بالأسلوب الغربي المفسد للبشر. هاي القوة الناعمة. فقالت يا بني دينك خير دين، اعرضه علي. فعرضته عليها، فدخلت في الإسلام وعلمتها فصلت. يعني علمها الإسلام. شنو تعليم الإسلام؟ أول شيء بشنو تعليم الإسلام؟ بالشهادات الثلاث، الإسلام الكامل. شهادتين بس إسلام ناقص، شهادات ثلاث إسلام كامل. فصلت الظهر، يعني يبدو هاي القضية كانت وراء صلاة الفجر. فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. ثم عرض لها عارض في الليل، فقالت يا بني أعد علي ما علمتني، الشهادات. فأعدته عليها فأقرت به وماتت. شلون توفيق هذا؟ حسن العاقبة. ألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلما أصبحت كان المسلمون الذين غسلوها، وكنت أنا الذي صليت عليها ونزلت في قبرها. هذه مصداق من مصادق الربوبية. إذا صفيت ما بينك وبين الله، وصفيت ما بينك وبين إمامك، ثق بأنه يرشدك ويهديك إلى أفضل مصالحك.